معنا تواصل من خلال إثارة دوري أبطال إفريقيا في محطة نصف النهائي. هذه مرحلة الإياب. بالأمس تابعنا التأهل رسميا لنادي الأهلي للمباراة النهائية. أول طرف تعرفنا عليه الفريق الأهلاوي، اليوم سنتعرف على الطرف الثاني صن داونز الوداد الرياضي. هذه أولى الصور التي تأتينا من لوفتوس فيتسفيلد ستاديوم، الملعب المونديالي في بريتوريا بجنوب إفريقيا، أمام أنصاري ماميلودي صن داونز الوداد في رحلة يدية ملعوب على الجهة اليمنى فيها عرضية خطورة. ويليامز يتابع الوداد يبادر، الوداد يهاجم في هذه اللحظات، الوداد يحاول يباغت بهدف مبكر. عبد الله حيمود، يلا يا عبد الله هذه فرصتك يا عبد الله. التسديد هذه لا زالت صعبة، الدقائق الاولى مهمة. يشرف مكوليزي وامبولي في الوسط دائما، ولودي صن داونز عودتهم للتغطية امام عبد الله حيمود. ماذا هذا الثنائي يكبر اليوم في هذه المباراة الكبيرة، لان عنده محمد وناجم محاولة المرور ولكن يغطي عليه بعد ذلك. عم يعمل نسق سريع ويحاول انه يجعل المنافس يتكت. ايوب العملود، عبد الله حيمود هنا استخلاص الكره بشكل جيد من خارج منطقه الجزاء، انطلاقه من الجهه اليسرى لكن تقطع الكره في النهايه. رجعت لي واحد ممكن سدد الكره لكن هنا غطى عليه المدافع في نهايه المطاف. تخرج مباشره الى ضربه مرمى. هذه المرتدات اللي ممكن يلعب عليها زوير المترجي ومحمد أناجم اضافه الى صامبو، لكن طريقه حيمود مره ليحيى. الله يحيى العرضيه والدفاعيه خلف، يعني ممكن اي كره في العمق، كره طوليه في اتجاه فتحي يغطي، حذاري من ارتكاب اخطاء داخل المنطقه. والمطيع يتصدى الثاني اختبار ليوسف المطيع. التسديده بهذه الكيفيه، شوف الاعاده، هذه عمليه التحضير. شوف هنا بدون اهداف سجلها، نموذج ما راينا امام نادي الاهلي المصري في دوري المجموعات. لدينا صافرة وبالتالي خطأ في يدنا، هم متخصصون في هذه النقطة. لو تابعتم مسار مامين ما يسددش والمطيع يتصدى. شوف كيف يدخلون ويقتحمون منطقة الجزاء بهذه السلاسة. في نهاية المطاف يوسف المطيع يتابع هذه الكرة. رجعت أمين أبو الفتح، أمين هي عبد المنعم بوطويل امام زوير المترجي. كان ممكن ان يفعل نادي الوداد الرياضي في هذه الكره، كان ممكن ان يسجل الوداد في هذه الكره. مشاهدة خطيره والمطيع المطيع برافو يوسف المطيع، برافو قتالية يظهر يوسف، لكن أين هي الرقابة للاعب الصن داونز؟ كان وحده كما جاءت هذه الكرة. شوف الإعادة، تموضع بعض اللاعبين داخل المنطقة، هنا في معاناة كبيرة. أرضية المطيع يا كبير، المطيع يا عملاق، المطيع نعم الأسد حاضر هنا في تصدياته، يتحدى مهاجمي الماميلودي صن داونز. برافو يوسف المطيع. هذه مباشرة كرة اللاعب محمد أناجم. عندك العملود في صافرة قبل ذلك. نعم الحرة لفائدة الماميلودي، والمطيع في أحد حدين الماميلودي. هذه العرضية يا أبو الفهد الرياضي. أناجم يحاول يمر أناجم ولكن لم ينفع. برافو أرسن زولا. تمشي كرة أيوب المطيع يسددون بشكل ممتاز. التسديدة لكن مرت عالية مباشرة، تخرج إلى ضربة مرمى لعناصر فريق الوداد الرياضي. أناجم لازم تكون أسرع، وأناجم لازم تلعب الكرة بشكل جماعي. لا زالت هنا ودادية، العرضية ويليامز يتابع هذه الكرة في نهاية الأمر. برافو أمين هنا أمين عمل فاول في بازواني، والتدخل صعبة مرت عالية على الجميع أمام غضبي ونرفزة زولا. رد بالك والمطيع يخرج. يا أمين يا أبو الفتح مع زولا، أمين يتردد بعض الشيء. سلامات المطيع. عنيفين جدا عناصر ماميلودي صن داونز، الماميلودي صن داونز، وبالتالي الحرة أمامية من جديد لعناصر الماميلودي. يوسف المطيع
مباغته ديال الكره من الزواني، مباغته ديال الكره من الزواني. هنا مباغته حتى على مخرج المباراه لم نشاهد اللقطه من البدايه، في لحظه غافيه التركيز وفي لحظه ترك فيها عناصر الوداد الزواني ليسدد. لانه حذرت كثيرا من تسديدات ماميلودي سانداونز، حذرت كثيرا من تسديدات ماميلودي سانداونز. جات التسديده عن طريق اللاعب الزواني. سانداونز لاحظ موكوينا تنفس الصعداء اليسرى، هذه إمكانية التسديدة مرة أخرى مرت عالية على مرمى المطيع. أتمنى من لاعبي الوداد ألا ينزلوا أيديهم في هذه اللحظات، أتمنى أن الوداد لا يتأثر بالهدف لأنه ياما عاش ضغوطات وياما عاش. هذا ينتظر زولا والحكم يقول فيها خطأ لفائدة فريق ماميلودي سانداونز. خطأ. ماذا فعلت يا زورا؟ ماذا فعلت يا زورا؟ بطاقة صفراء في الانتظار. نعم تلعب هذه الكرة مرفوعة بالراس، التغطية بالراس. مترجي مر، زوير انطلق، زوير العرضية والركني من يحيى عطية الله، الراسية بعد ذلك يا زولا كبيرة من المطيع في مراوغة اللاعب سانداونز وفي هذه صعبة والحكم قال ضربة مرمى. الوداد الرياضي سامبو بالراس يا سامبو، المترجي يدخل، المترجي هذه العرضية الراسية جول. أيوب العملود بالراس حتى في شباكك يا ويليامز. 1-1. الوداد يعود من بعيد، الوداد يفعل هنا في بريتوريا، الوداد يعدل. أيوب العملود بالراس يا سلام، يودي هدف التعادل. حذاري من هذه الكرات العرضية خطيرة. الهدف الثاني، هدف ثاني لماميلودي سانداونز. خطيرة التوغلات داخل منطقة الجزاء، خطيرة التوغلات داخل منطقة الجزاء كما شاهدنا في هذه الكرة. سانداونز يسجل ثاني الأهداف، سانداونز يسجل ثاني الأهداف في هذه اللحظات. سنتابع، سيواصل زورا، ترفع هذه الكرة وبالراس وجول جول 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 جول. الوداد يسجل، الوداد فعل مرة أخرى، الوداد يعدل قبل لحظات من نهاية المباراة. هكذا هو الكبير الودادي، هكذا هو الأسطوري الودادي، هكذا هم الوداد. لا يستسلمون، لا يتراجعون، لا ييأسون. هنا الهدف. السلام عليكم ورحمة الله، معكم خبيرة التجميل والعناية بالشعر والبشرة والأعشاب الطبيعية بسمة شريف. إن شاء الله يكون ملخص عجبكم، متنسوش تشجعونا ونعمل لايك ونعمل اشتراك في القناة ونفعل رمز الجرس ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وندخل على الوصفة الحلوة جدا دي، ازاي هنعمل التنت بتاعنا بأقل التكاليف. ومعايا ايه؟ معايا اي نوع. انا جبتلك التنت بتاعي، لكن انا هقولك على الطريقه اللي انت هتعمليها في البيت، طريقه سهله جدا وسريعه. معايا الشادو بتاعي، اي نوع اي شادو احنا بنحطه على عينينا، ده حلو جدا. اي نوع، اي درجه بتحبيها، احمر، البنك، كشمير، اي نوع انت حابه انك تعملي منه تنت هتعمليه منه يعني بسرعه رهيبه. وبعد كده هنجيب الفازلين او اي نوع كريم مرطب من عندنا، هنبتدي نحطه على الاي شادو كده في اي علبه صغيره، ونبتدي نقلبه ونحط كده على خدودنا وعلى شفايفنا. هيديكي نتيجه حلوه جدا وكمان حاجه رخيصه جدا. سلام عليكم.